قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها واجهت العديد من المشاكل في زيجاتها السابقة دون أن يساندها أو يدعمها من أي شخص على حد تعبيرها. وقالت رانيا يوسف خلال لقائها مع برنامج العرافة: اتجوزت الجوازة التانية والتالتة عشان خفت على سمعتي بعد طلاقي من محمد مختار، وكان في ضغط من المجتمع عليا وكنت بعمل حساب للمجتمع، لكن دلوقتي لأ. وكشفت رانيا يوسف تفاصيل عن علاقتها بطليقها محمد مختار قائلة: نادية الجندي كانت بتوقع بيني وبين جوزي، ومش هتكلم في تفاصيل، ما ينفعش يبقى فيه خلاف أو طلاق ويبقى فيه تقويم عليا وعلى بناتي. وتطرقت يوسف للحديث عن خلافها مع نادية الجندي لافتة: ربنا يعلم بالنوايا والنفوس والأعمال، لما يبقى في حرب دايما من تحت لتحت، أنا لما بحارب حد بحاربه في وشه وبشكل مباشر، ومش بحاربها أحاربها ليه؟ لا هاخد أدوارها وهي مش محتاجة تاخد أدواري. وتابعت رانيا: هي نجمة شباك بفلوسها، أنا مش من جمهورها ولا عمري هكون من جمهورها، ما كانش في حد على الساحة غيرها، هي ونبيل عبيد وعادل إمام. أنا مش معترضة إنها نجمة شباك. نادية الجندي إلى حد ما عندها موهبة بحب ليها البطنية والرغبة. وعن قضية المخدرات التي اتهمت بها أوضحت رانيا يوسف: أنا عارفة مين اللي حطلي الحشيش في العربية، بس معرفتش أثبت ده لأن العربية كانت في جراج وهو معاه المفتاح، وأثبت أنه أخد العربية يعمل لها صيانة. يكفيني إن الناس كانت عارفة إني بريئة، ربنا رب قلوب ونوايا. أنا لما اتجوزته كنت شايفاه ولد كويس أوي.